السلام عليكم واهلا وسهلا بكم. معكم العمراني علاء الدين من قناتكم علاء الدين كرة. اليوم حلقه جديده حول توقعات مباراه المنتخب المغربي والمنتخب الكندي، الجوله الثالثه من المجموعه السادسه لنهائيه كاس العالم فيفا قطر 2022. اذا اليوم نخرجوا نشوفوا الشارع المغربي ماذا يقول عن توقعات هذه المباراه، شنو هي التوقعات، كما تنتهي المباراه، وشنو هي حظوظ المنتخب الوطني المغربي في التاهل الى الدور الثاني. اذا مباراه صعبه جدا بين المنتخب المغربي والمنتخب الكندي، ولكن قبل ما نمشيو لهذه التفاصيل هذه ونشوفوا اراء الجمهور، ما تنساوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب وكذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من قناه علاء الدين كرة، بالاضافه الى ترك تعليق في موضوع هذه الحلقه في الاسفل. وهو التوقعات عندنا لافونتاج كبير، يمكن كنقول يقدروا يربحوا بجوج ثلاثه، حيت المنتخب واحد بين الطاقه ديالو، بين القدرات اللي عنده، وتبارك الله على الركراكي استغل الطاقات ديال الشباب وكيفاش يمركز الدراري على احسن من المباراه الاولى اللي وقعت مع كرواتيا اللي كنا كنتوقعوا الربح فيها على الاقل ولو بهدف، وكانوا بامكانهم، ولكن الظروف خرجت بتعادل، ولكن صالح لنا، وكنتمناو الفوز للمنتخب المغربي في هذه المباراه هذه. واولا بعدا كنبغي نشكر علاء الدين كرة على هذه الاستضافه هذه. ان شاء الله التوقعات ديالي عندي ثقه كبيره في الفريق الوطني ان شاء الله. عندي ثقه كبيره في المدرب، عندنا مدرب في المستوى، وعندنا لي جور كما كيقولوا في المستوى ما شاء الله عليهم. التوقعات ديالي ان شاء الله كنتمناو الفوز، ولو ان شاء الله بواحد الجويجات بحال اللي دازوا، وكنتمنى تكون الفرحه مكموله ان شاء الله. غيكون عندنا واحد العرس، وعندي واحد التوقع ان شاء الله بحول الله هذا العام غيكون مونديال مفاجئ باذن الله. تحيه رياضيه، وتنتمناو التاهل ديال المنتخب المغربي، وغتكون النتيجه ان شاء الله بواحد 2-0، وتنتمناو من المدرب وليد الركراكي يدخلنا التشكيله اللي لعبت ضد بلجيكا، لانها تشكيله رسميه، وبالتالي فيكون التاهل ديالنا ب7 ديال النقط ان شاء الله. السي علاء تبارك الله عليك بخير، نتمنى يكون كل شيء بخير ان شاء الله، ومباراه صعيبه صراحه بالنسبه للمنتخب الوطني، ونتمنى تكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله، والهدف هو التاهل للدور الثاني، والتوقع ان شاء الله 2-1 بالنسبه للمنتخب الوطني ان شاء الله. توقع المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي مع نظيره المنتخب الكندي، كنطلبوا من الله اننا نكونوا المحظوظين وناخذوا بطاقه التاهل للدور الثاني، لاننا شحال هذه ما فرحنا بالتاهل للدور الثاني. كنشكر وليد الركراكي واللاعبين اللي قدموا واحد المقابله مع المنتخب البلجيكي، ودابا حنا كنفكروا في المقابل ديال المنتخب الكندي. كنطلب من اللاعبين يكون التركيز ديالهم كبير على المنتخب الكندي، لانها مباراه مصيريه اللي غتاخذ بينا للدور الثاني ديال المونديال ديال قطر ان شاء الله، واللي نديروا واحد المونديال كبير واللي يشرف الرايه المغربيه ويشرف حنا كمغاربه وكلاعبين كاطور تقنيه وطنيه. وشكرا جزيلا. صراحه الله التوقعات ديالي منتخب مغربي مع منتخب كندي غادي تكون شي مفاجاه ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. يعني كما كنعرفوا يعني المنتخب الكندي يعني فقد الامل ديالو، يعني غادي يلعب مرتاح، النفسيه ديالو مرتاحه، ضروري يلعبنا للاعصاب ديالنا ويلعب للاعصاب ديال المنتخب الوطني، كما عملنا حنايا في 2018 مع منتخب اسبانيا، كذلك حتى هو غادي يعمل باش يخرج شي نتيجه ايجابيه ويخرج يعني نتيجه شرفيه، ولكن ان شاء الله ما نسمحولوش، وهذا يكون انتصار لفائده المنتخب الوطني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للمتتبع قناة علاء الدين. بالنسبة كنتمناو إن شاء الله فوز المنتخب الوطني المغربي إن شاء الله ب3-0، كيف ما فزنا بالمقابلة ديال بلجيكا. إن شاء الله هذا الفوز هذا ندوزو للدور الثاني، ولما لا كيف ما قال الإطار الوطني وليد الركراكي نلعبوا بمقابله، وهذه احسن خطه، يعني خطه تكتيكيه منه، يعني كيلعب مقابله بمقابله، وان شاء الله غنمشيو بعيد في هذا المونديال هذا. التوقعات ديالي المقابله ديال المنتخب المغربي ضد المنتخب الكندي هو الفوز ان شاء الله المنتخب المغربي، لا سيما والمقابلات اللي قدمها ضد المنتخب الكرواتي وضد المنتخب البلجيكي. صراحة يعني المقابلات اللي قدموها مقابلات جميلة، وإن شاء الله غادي يكون فوز لصالح الأسود إن شاء الله بإذن الله تعالى.
وغادي نحققوا التأهل إلى الدور 16 إن شاء الله، هو الدور الثمن النهائي إن شاء الله بإذن الله تعالى. وكنتمنى حظ موفق للمنتخب المغربي. كنظن ان المباراه تكون صعبه، كنتوقع الفوز ديال المنتخب المغربي بنتيجه ديال 1-0، وكنتمنى التوفيق للمنتخب المغربي والتاهل للدور الثاني. التوفيق لجميع اللاعبين والمدرب الوطني الاطار الوطني وليد الركراكي، ثاقي فيهم ان شاء الله انهم يتاهلوا للدور الثاني ان شاء الله. ان شاء الله كنتمناو الفوز للمنتخب الوطني وكاع الفرق العربيه والافريقيه. ان شاء الله التوقع ديالي 3-0 ان شاء الله، والمنتخب الوطني هذا العام غيوصل بعيد ان شاء الله للنهائي. عقلوا على الهضره. اذا بعد ما شفنا التوقعات ديال الجمهور المغربي، كانت توقعات الكل في صالح المنتخب المغربي. اذا كنتمنى ان المنتخب الوطني المغربي انه ينتصر في هذه المباراه. الصراحه انا التوقع ديالي ان المنتخب الوطني سيفوز ب3 أهداف مقابل لا شيء، سيحقق الانتصار منذ الشوط الاول، سنتقدم في الشوط الثاني، سنعزز التقدم وسنتاهل ان شاء الله متصدرين للمجموعه السادسه لمواجهه احد المنتخبات اللي كاين في المجموعه الخامسه، سواء المنتخب الاسباني او المنتخب الالماني والمنتخب الياباني عفوا، اذا تاهل الى الدور الثاني. قبل نهايه هذه الحلقه ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وكذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد من قناه علاء الدين كره، بالاضافه الى ترك تعليق موضوع هذه الحلقه في الاسفل.